أنحاء العالم، وحلقة جديدة من مع معتز على الهواء مباشرة. تحية لحضراتكم أينما وصل يسرنا إليكم اليوم 50 للحرب، 18 من إبريل 2026، الأول منذ القعدة 1447 هجريا، ومضيق هرمز مغلق من جديد. من المتحكم الآن؟ ده عنواننا الرئيس لهذا اليوم، حيث أن غباء وحماقة ترامب في المقام الأول، وبعديها حماقة أصوات حقيقة لا يستهان بها من الخليج، وحماقة الرئيس اللبناني جوزيف عون خلت إيران اللي ما عرفوش يقروا الرسالة الإيرانية صح بالأمس، خلت إيران تعيد غلق مضيق هرمز وتضع الجميع في حجر الزاوية من جديد. بعد ما الامارات النكسة واتبعها الاقدار رفعوا رايات الاحتفالات، واصل احنا انتصرنا، واصل بابا ترامب اللي متجوز امي عمل قفل المضيق وايران استسلمت، وجوزيف عون خطاب عنتري بزراميطي، وترامب اللي قاعد بقى يهفلط. قلت لك امبارح ترامب عرف فتح مضيق هرمز زينا بالظبط، زينا بالظبط، فقعد بقى يهرطق ويرفع سقف احلامه ويبالغ في الطلبات. قالت لك بس 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 ما حدش يزعل، هنقفل المضيق بقى، وريني مين امه اللي يقدر يفتح ذلك المضيق. بالامس بقول لك كميه التحليلات، انا لاول مره حتى اذكر اسامي محللين سياسيين كان في بث المباشر بالامس. من كتر الذهول انا حسيت ان في حاجه غلط، حسيت ان الواحد هو معقول الواحد يفقد البوصله بهذا الشكل. لما قلت لكم ان ايران، كنت عملت فيديو على منصه تيك توك وعلى انستجرام، وقلت ان ايران من واحد من اذكى القرارات اللي خدتها ايران. فجأة بتابع اكس وبتابع لقيت كمية الناس بتتكلم في اتجاه تاني خالص. يا جماعة، وانا يعني مغيب لتلك الدرجة، بعيد تماما عن يعني الواحد اتجنن قسما بالله امبارح، اتجنن من التحليلات اللي خدت الموضوع في سكة انه استسلام وانه فرض الشروط. يا ابني ايران ما عندهاش اصلا رفاهية الاستسلام. انت رايح لبلد مدمرة وشعب، هتروح تقول له ايه بعد ده كله؟ تقول له انا استسلمت؟ لا، انت تموت احسن. هي دي المعادلة ببساطة. استسلام ايه؟ فجأة قالت لك طيب طيب طيب، مين دفع الثمن؟ الهند اختيار سفن الهند، سفينتين تم قصفهم النهارده للهند، في 3 سفن تم قصفها، عشان ندي رساله انه لا يا حبيبي. انا هقول لك التصريحات الايرانيه كلها، لكن حابب اقول لكم في الاول ملخص الحكايه. لا يا حبيبي، ارجع كما كنت. اختاروا الهند لسببين. السبب الثاني مجامله لباكستان، اللي بينها وبين الهند ما صنع الحداد، باكستان اللي قاعده في الوساطه دلوقتي. السبب الاولاني نوع من انواع الانتقام من الخيانه الحقيره اللي عملتها للهند، اللي كان فيها سفينه ايرانيه بتعمل مناورات هناك معاها، وايران الهند ادت احداثيات السفينه الايرانيه لامريكا اللي ضربتها. ارتقى على اثرها اكثر من 150 شهيد من تلك السفينه. الهند قالت لك عادي، يعني ما احنا حلفاء مع امريكا. طب انت حلفاء مع امريكا، ضربوا لهم سفينتين النهارده، والهند استدعت السفير الايراني عشان تبلغوا اعتراضها. اكيد كان بيضحك جواه وهو رايح وكاتب الضحكه، ويقول لهم حبيبي انت ناسي احنا عندنا اكتر من 150 شهيد، انت عبرت ايه؟ عبرت مضيق هرمز على اساس ايه؟ الامريكان قالوا لك طب خد فشار انت والامريكان، اتفضل اتفضل اهو وريني بقى انت هتعدي ازاي. فاتضربت سفينتين للهند. حقيقه المشهد، الحرب لم تنتهي زي ما قلت لحضراتكم. ايران بتعلن ان هي لم توافق حتى الان ببدء الجوله الثانيه من المفاوضات، ووضعت ترامب في مأزق جديد وخلت صورته قدام العالم. ادينا فتحنا، قعدت انت تعمل وتقول ايه؟ والحصار مستمر على سفن ايران. قال لك بروح امك، انت حصار مستمر ايه؟ يعني احنا نفتح السفن للعالم وانت تعمل حصار علينا؟ طب دي اتقفل. هتعمل ايه بقى؟
هتعمل ايه؟ يعني منتهى الغباء. عشان كده كان عنواننا في ذلك البث اللي هتلاقوه مكتوب غباء وحماقة ثلاثة، لكن على رأسهم ترامب طبعا، الخليج وجوزيف عون في السكة. جوزيف عون اللي يعني شكر السعودية. يا ابني كل أصغر عيل مش لابس أندر وير في لبنان عارف إنك لا تدير لبنان. لا أنت رئيس ولا نواف سلام رئيس وزراء. انتوا الاتنين شخاليل في ايد المملكة العربية السعودية. اشكر السعودية اكتر حاجة يا راجل. الحزب اللي استشهد منه كل الاعداد دي وشعب الجنوب، ما شكرت الشعب الجنوب ولا شكرت ايران، رايح تشكر السعودية؟ طب خد يلا بقى. بصراحة مشهد عبثي بامتياز ومنتهى الغباء. والساعات اللي ايران اعلنت فيها، بقول لك ما حدش عرف يقرا الرسالة الايرانية بكل تواضع، والله ما حد عرف يقرا الرساله الايرانيه. الساعات اللي فتحت فيها ايران مضيق هرمز او مضيق ايران زي ما بيسميه ترامب، تلك الساعات القليله جدا اظهرت كثيرا مما في القلوب. اللي في القلب بنقولها كده في مصر يا كذا. يعني انا ابين لك الخليج اللي كان بيقول واصل القصه والروايه امبارح اختفى المحلل الايراني عشان تثبيت رؤيه ان احنا فرضنا كلمتنا. الخليج مع بابا امريكا، ما هو بابا وماما امريكا، احنا فرضنا كلمتنا. بس 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 زي ما انت خليك عندك يلا يا حبيبي، اهو اتقفل من جديد. حاجه في منتهى الغباء، في منتهى الغباء. يعني ترامب قال لك لولاك يا لساني ما نسكت يا قفاي. يعني اصلا مشهد وقوفه وحيدا اللي قال لك انا هقاطع ميلوني عشان سابتني وهقاطع كل، لن انسى كل اللي تخلوا عننا. انت لسانك هو اللي خلى كل هؤلاء يتخلوا عنك. لسان ترامب هو من خلى كل هؤلاء. وده اعتقد ان احنا مبكرا قلت لحضراتكم دي واحده من هدايا السماء لايران، انه قبل الحرب على ايران كان ترامب قطع كل الجسور وكل شعارات معاويه ويزيد اللي موجوده اصلا مع كل انحاء العالم. اوروبا منتهكها بالحرب الاوكرانيه الروسيه اللي اوروبا كلها عارفه ان امريكا هي اللي حفرتها، وبعدين الطمع في جرينلاند والتوغل والتغول على كندا، وبعدين مضيق بنما وخطف فنزويلا خلاه مش عامل اعتبار لاي حد وكل الناس بيحتقرهم. كلام في منتهى القذاره لرؤساء الاوروبيين. فلما جت اللحظه ما لقاش حد حواليه. قول لي مين اللي حواليك اللي انت بتقول لي اصل انا مخاصم الدنيا كلها؟ انت مين حواليك؟ العبيد في الخليج مش بمزاجهم، غصب عنهم. اي نعم في الامارات والبحرين بحب وبيمارسوا الاجرام وبيشاركوا معاك في الحرب بحب، لكن باقي الخليج كله غصب عنه وحد يملك قرار حاجه. هم دول اللي وافقوا معاك، مش دول اللي انت بتقعد تشكرهم بتقعد تعددهم دوله دوله عشان تبين انك معاك ناس. تخيل انت الوضع، امريكا اللي بتقود العالم مش لاقيه معاها حد. شوف ربك، دي ترتيبات القدر. قبليها لو كانت ترامب ما عملش كده في العالم وكان ماشي سموز زي ما عادة الرؤساء الامريكان وبتاع ومحافظ على حلفائه بشكل ما بالطريقه، يعني كانت عمل حلف على ايران زي اللي اتعمل في غزو العراق، وكان الخليج انضم ورفع الرايات بقى بدل ما هو بيحارب من الضلمه، وكانت ايران كان هيبقى وضعها انيل ب60 نيله من الوضع اللي هي فيه دلوقتي. لكن ربك ليه حكمه، خلى لسانه تاني المثل المصري لولاك يا لساني ما نسكت يا قفايا. هذا هو المشهد. ايران النهارده بتدرس قانونيا، قالت اول تصريح، اخر تصريح منذ دقائق، قالت لك احنا الاولويه في العبور دلوقتي في المضيق الذي نحكم السيطره عليه للي هيدفع فلوس. اللي هيدفع فلوس، احنا هنعدي اللي هيدفع فلوس. والامريكان دول مجانين. خليني اتابع لك الموضوع منذ البدايه. كمان الرئيس البرازيلي النهارده ليه تصريحات قويه جدا. اللي حصل مع جنود اليونيفيل لعبه من دكهم حقيره جدا. ما اعتقدش حزب الله قرب من جنود بتوع اليونيفيل اللي كانوا جنود فرنسويين. ماكرون بيغلي طبعا بعد اللي حصل مع جنوده في لبنان. اعتقد العمله دي عمله دكهمه اللي نتنياهو طبعا على حامي ولا على بارد عايز يعيد الحرب، وقاعد النهارده يستفز في لبنان بعد خطاب جوزيف عون بالامس ويقول لك خط اصفر ومشهد قريب من غزه. طب ماشي،
طب ماشي، هنفضل في هذا الاداء الحقير. فقالت لك يلا كله يروح على بيته، وادي المضيق اغلق، براحتك بقى، يلا يلا كل اللي ليه حاجه، كل اللي ليه بقرتين يجي يلمهم، وريني بقى هتعمل ايه. وعجبني جدا انه ضربوا المثل بالهند، عشان الهند تكون الامثوله حقيقه في هذا المشهد. تستحق الهند، مودي يستحق حقيقه، مودي يستحق بكل تأكيد. 3 سفن النهارده تم مهاجمتهم، منهم 2 تابعين للهند. خليني احكي لك الحكايه منذ البدايه والخص لك اليوم ال50 للحرب، حتى اليوم كمان رقم مميز. الشيخ نعيم قاسم: حكومة لبنان لم تجتمع ولم توافق على بيان الخارجية الأمريكية حول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. قال لك الحكومة نفسها ما اجتمعتش، سيبك إن ما حدش خد رأينا احنا اللي بنحارب، لا، ان الحكومة نفسها جوزيف عون من نفسه كلمه محمد بن سلمان، فكان قدامه شبح سعد الحريري اللي اتخطف في السعودية شهر، قام طالع عمل الخطاب السعودي بامتياز. اعتقد قبل نعيم قاسم وقبل الحزب وقبل ما اي حد، قلت لحضراتكم بالامس ان ده خطاب سعودي بامتياز. لبنان: الشكر لإيران التي ربطت وقف إطلاق النار. نعيم قاسم: في اتفاق باكستان بوقفه في لبنان في الإعلام الرسمي، ثم أغلقت مضيق هرمز. ده أبسط شيء، يعني أبسط شيء. إنما يجرؤ جوزيف عون يخرج عن الخطاب اللي كتبه له المملكة العربية السعودية؟ لا يجرؤ طبعا، لا يجرؤ طبعا. الرئيس البرازيلي النهارده بخصوص كوبا قايل خطاب قوي جدا، كمان هقوله لحضراتكم. في بداية اليوم أعلنت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري عن نظام جديد ينظم حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، ده بعد ما أعلنوا غلق المضيق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ستتم حركة السفن عبر كذا. ده كان آخر تصريح قبل ما يغلقوا المضيق، وفقا للمسارات المحددة من قبل إيران وبالتنسيق مع الجهات الإيرانية، وإيران هي حارس مضيق هرمز. كانت حاطة شروط: يسمح فقط للسفن التجارية، لا يسمح للعسكرية أو البضائع المرتبطة بدول معادية، يجب على السفن استخدام الطرق. كل ده كان قبل إغلاق المضيق. بعدين أمريكا، ترامب اتجنن وكمية تصريحات خزعبلية. إيران هتقول احنا ما وافقناش، إذا كان ترامب فوجئ بفتح المضيق زينا، فطلع الحاجات. انا بقول لك عايز يبقى هو بابا اوباما كل حاجه، طبعا هيموت لانه كان هو اللي عايز يعلن ده للعالم. الحكايه الحرب دي كانت بادئه والمضيق مفتوح، بقت الهدف منها فتح المضيق، فعايز هو اللي يعلن، ما اعلنش، فقعد يهفلط ويقول لك والحصار مستمر. يا عم انا فتحت لك المضيق، السفن هتعدي وانا اللي فاتحه، سفني انا كسفن ايران ما تعديش؟ لا، كله لا نعيش عيشه فل نموت. اقفل يا حبيبي، اقفل اقفل، هي الحرب راجعه. النهارده قائد فيلق القدس موجود في العراق بينسق مع الفصائل المسلحه عشان عوده الحرب يوم الثلاث. ايران فاهمه المشهد، يعني مش عبيطه، مش جديد يعني. المهم، الخارجيه الايرانيه على هفلطات ترامب قبل ما تغلق المضيق. انا بحكي لك الحكايه من اساسها. ليس من المقرر باي شكل ان يتم نقل اليورانيوم المخصب بنسبه 60% الى الولايات المتحده، ولا يمكن محاصره ايران. لكن اذا استمر الحصار علينا فهذا انتهاك لوقف اطلاق النار، سنرد عليه. ترامب ولكنه هنا وفضل محاصر ايران والسفن الايرانيه ما تعدي. تعبيط يا ابني، واقسم بالله العظيم انت مجنون، انت مجنون عاجل. ده الصباح بقى انا جايب لك الحكايه من بدري. وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ايران ابلغت الوسطاء ان السفن التنسيق والبتاع والقصه والروايه. اغلاق مضيق هرمز، اغلاق مضيق هرمز، ده العنوان اللي لف العالم كله 13 مره النهارده الصبح. السفن التي ستدفع الرسوم الامنيه والسلامه الجديده ستمنح الاولويه للمرور عبر مضيق هرمز، بينما قد يواجه الاخرون تاخيرات. مين اللي ماسك مضيق هرمز بقى يا سيد لقاء ويا سيد هناء وسيده سناء وكل اللي كانوا قاعدين يزرطوا طول الليل امبارح؟ مين بقى اللي ماسك المضيق؟ مين اللي ماسك المضيق؟
ده عبث والله العظيم. وفقا لتسجيلين صوتيين من قناة 16 تم التقاطهم اليوم، تم إجبار سفينتين هنديتين على العودة غربا خارج مضيق هرمز من قبل البحرية التابعة للفيلق الحرس الثوري الإيراني. كان هناك إطلاق نار على إحدى السفن، هي ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل 2 مليون برميل من نفط العراق. رويترز: إيران تبث هذه الرسالة عبر تردد VHF. انتباه جميع السفن فيما يتعلق بفشل الحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزامها في المفاوضات. تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل مرة أخرى. لا يسمح لأي سفينة من أي نوع أو جنسية بالمرور عبر مضيق هرمز. ما هو أنت مش ممكن أبقى أنا فاتح المضيق تطلع أنت تتبول، ده اللي عمله ترامب، تتبول على إيران على إنك استسلمت ومجتبى خامنئي جه شايل كفنه وانا هفضل محاصرك. انت بتخلي منظري كاني انا اجبرتك في حرب ال 12 يوم ان الضربه الاخيره تكون ليا، وانت رجعت الطيارات زي العبيط وقعدت تصرخ 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 وخليت الطيارات الاسرائيليه ترمي حمولتها في مناطق فاضيه. فانت النهارده جاي تلعب معايا اللعبه دي بعد ما دفعت كل الاثمان دي؟ لا طبعا، ده منتهى الغباء، قسما بالله العظيم منتهى الغباء. هنرجع لدي سيلفا. أبلغت الجهات المعنية وكالة تسليم الدولية للأنباء أن إيران لم توافق حتى الآن على الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا. قالت هذه الجهات المعنية أن عدم الموافقة يأتي بسبب إعلان ترامب عن فرض حصار بحري على إيران، بالإضافة إلى المطالب المفرطة للأمريكان في المفاوضات والتي لا تزال مستمرة في الرسائل المتبادلة الأخيرة. وقد شددت إيران على أن تخلي الأمريكيين عن مطالبهم المفرطة في المفاوضات هو شرط أساسي لاستمرار المحادثات، وإلا فإن إيران لا تسعى إلى إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية غير مجدية. وقد تم إبلاغ المسؤولين الأمريكان بهذا الأمر عبر الوسيط الباكستاني. هيعمل إيه بقى البرتقالي اللي قلت لك موته وسمه مش عايز الحرب ترجع؟ نفسه ينزل له جني ملك شيطان يقول له الحرب خلصت. هتعمل إيه بقى؟ هتعمل ايه بقى وانت افتكر بالليل امبارح اتجنن وافتكر انه هيبدا يعد العده وخلاص والدنيا تقفل كده واظبط الحكايه عشان اخش الانتخابات الامريكيه، الانتخابات التجديد النصي، واحاول انقذ ما يمكن انقاذه. هتعمل ايه بقى حضرتك دلوقتي؟ هتخسف تاني؟ طب البس بقى عشان خارجين، البس عشان خارجين، ما تنساش العوامات، محتاج عوامات انت عشان هرمز. اعلن المتحدث باسم مقر ختم الانبياء أن وضع مضيق هرمز سيبقى خاضعا لسيطرة مشددة كما الحال سابقا. الجمهورية الإسلامية وفاء للاتفاقات السابقة في المفاوضات التي تمت بحسن نية وافقت على عبور عدد محدود من نقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مسيطر عليه من إيران. لكن للأسف فإن الأمريكان بعهودهم المنكوثة المتكررة التي هي سمة دائمة لهم ما زالوا يواصلون قرصنتهم وقطع الطريق البحري تحت ما يسمى بالحصار. ولهذا وبناء عليه عاد التحكم في مضيق هرمز إلى حالته السابقة، وهذا المضيق الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة. نعلن أنه طالما لم تضع أمريكا حدا لحرية عبور السفن القادمة من إيران والمتجهة إليها بشكل كامل فإن مضيق هرمز سيبقى خاضعا لسيطرة مشددة وعلى حالته السابقة. أنا بس محتاج بكل احترام كده أشوف المعلقين اللي انتوا شفتوهم على الشاشات وشفتوهم كاتبين على المنصات وعلى رأسها إكس اللي تنطنوا وطلعوا ما في قلوبهم من أضغان. عايز أشوف وضعهم إيه دلوقتي بقى، يعني إيه اللي تقدر أمريكا أو العالم كله يعمله؟ إيه اللي تقدر؟ بقول لك الغبي ادها اهم واخطر ورقه، اخطر من النووي، اخطر من النووي. التخصيب احنا عرفنا سكته، التخصيب احنا عرفنا سكته، والباليستي عرفنا سكه تصنيعه. ايه اللي انت اضفته لنا بقى؟ ايه اللي هتقدر تاخده مننا؟ تاخد مخصب؟ اذا كان ايران اصلا عامله حكايه التخصيب دي كلها عشان تساوم بيها عشان تبقى قوه عالميه واقليميه يعني ده الجزء الرئيس من الخطة. هتعمل انت بقى ايه؟
الصواريخ البالستية لم يجرؤ حد ان يقترب منها في اي بند ولا في اي سطر، بل انت اضفت لي مضيق هرمز، اسيبه؟ انت مجنون. لما اجي افتحه واعمل بادرة حسن نية اللي عايز يقفل، خد الاجابة دي وحاول تستغلها، مش تحاول تدمرها وتطلع صورتي وكأنك منتصر. لا، خلاص. اعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية، هتعجبكم الحتة دي، في مجلس الشورى الاسلامي البرلماني الايراني محمد صالح جوكار، ان المجلس يدرس وضع نظام قانوني لمضيق هرمز، مشيرا الى ان السيادة على هذا المضيق تعود لايران. خلاص احنا اعتبرناها، هو لا القانون الدولي بيقول كده ولا اي حاجة بتقول كده، احنا اعتبرناها كده. وبالتالي فان الوضع الحالي يخضع لسيطرة القوات البحرية لحرس الثورة بشكل منضبط. جوكار شرح في تصريح صحفي النهارده السبت الوضع الحالي لمضيق هرمز، مشيرا الى الاكاذيب التي اطلقها ترامب الرئيس الامريكي المجرم، هكذا سماه، وقال كان ينبغي اعلام الشعب بما حدث في مضيق هرمز بشكل واضح وصريح وشفاف، وكان من الجيد ان تطرح قضية المفاوضات بشفافية امام الشعب وتشرح ابعادها المختلفة. واضاف جوكار بخصوص طرح موضوع فتح مضيق هرمز، يجب الانتباه الى ان هذه العملية تمت وفق شروط معينة، ان القصص الكاذبة التي روجها ترامب المجرم كان هدفها الاساسي خلق الفرقة بين صفوف الشعب. ما بقول لك عشان تبين اكن انا بعد كل الاتمان دي كأنك انت فرضت كلمتك عليا. مش هيحصل لاني ما بقاش عند ايران حاجة تخسرها يا غبي. وتابع الاكاذيب التي قالها ترامب منذ بداية الحرب وحتى الان كثيرة، وهذه كانت واحدة منها. بعد الاتفاق ووقف اطلاق النار الذي تم في لبنان، ده على اساسه قامت ايران لما وقفت الضرب النار بناء على طلبها المشدد من اول لحظة، وبناء على شهادة الوسيط الباكستاني ان لبنان جزء من الاتفاق. فترامب اكبر نتنياهو، والاعلام العبري استعرضناه بالامس كله، اكد يمينا ويسارا ان اسرائيل اجبرت على وقف اطلاق النار. ومش محتاج انت الاعلام العبري يقول لك، انت عارف ان نتنياهو يعني عايش بالحروب ومكمل باي شكل من الاشكال. فانت النهارده انت عملت وقفت اطلاق النار، فانا رديت عليك وفتحت لك مضيق هرمز. تقوم انت بقى متنطع وطالع تقول وعلى فكره انا ضربته قلمين وشلوتين واديته على قفاه وعملت. انت بتجرسني يا نص. طب يا نصه، طب خلاص اقفل. وهذه كانت واحدة منها. بعد الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تم في لبنان، كان من المقرر أن تتم الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل مدار من قبل القوات البحرية لحرس الثورة، على أن تمر السفن التجارية التابعة لدول أخرى وليست من الحكومات المعادية عبر مياهنا الإقليمية. أي تدخل من شمال جزيرة لارك تدخل من شمال جزيرة لارك وتخرج من جنوب هذه الجزيرة، والسفن ملزمة بدفع رسوم أثناء المرور. هذه السفن وفي ظل الأمن الذي توفره قوات حرس الثورة ملزمة بدفع رسوم أثناء المرور، ولم يحدث أمر آخر خارج عن هذا الإطار. وذكر قائلا نحن في المجلس نسعى لوضع نظام قانوني لمضيق هرمز لأن السيادة تعود لينا ومعرفش إيه. خد بالك برضو من اللي ساهم عشان أكون منصف في الرؤية غير الصحيحة أو تشكيل صورة غير صحيحة، غير تصريحات ترامب وغباء الخليج وغباء جوزيف عون. أيضا عراقجي تصريحه أو إعلانه ما كانش بالصياغة المناسبة لذلك الحدث، ده في تقديرنا المتواضع. صياغة عراقجي لم تكن بالصياغة المناسبة لحدث جلل زي فتح مضيق هرمز. جاءت كده، عارف انت، زي بتاعت الناس الطيبين كده، يعني الناس البركة اللي هو بتاع من غير ما توضح، فأتاحت للمتردية والنطيحة وما أكل السبع ان يركبوا فوق الحدث. الجملة دي مش هتسمعها بفضل الله في أي مكان تاني. صياغة عراقجي أتاحت للمتردية والنطيحة وما أكل السبع إنها تعيش في دور الأبطال، وإنه تتخيل إن هنصر. بقول لك الإمارات عاملة أناشيد المجرمة اللي بتخترق الواتس
ومسكت الصوره عشان تعرف ان الواتس مش امن، قال يقول لك المحادثات مشفره بين الطرفين. يا اخي ده قلت لك نبيل شيخ نعيم قاسم قال ايه، امين عام حزب الله. امريكا بتعيد جيرالد فورد اللي كان حصل فيها، اللي كانت فيها اكبر كميه اكاذيب، اصل حريق حصل وبتاع، وبعدين ترامب وهو قاعد في امسيته الحواريه وهو قاعد ماسك الحديده قام حاكي انه حاطط بينا المسيرات وكانت بتضرب معرفش 17 ولا ايه في ثانيه واصيبت واضطرينا نخلعها عشان ننجو. ترامب اللي حكى بلسانه. تعود جيرالد فورد الى الشرق الاوسط، اكبر حامله طائرات USS جيرالد فورد الى الشرق الاوسط، لتكون بذلك ثالث حامله طائرات امريكيه تتجه الى المنطقه بحسب ما نقلته صحيفه تايمز اوف اسرائيل. كان برضو سحبها نتيجه قلت لك عندنا احساس انه في عصيان حدث في تلك السفينه، كان ليه العديد من الشواهد واللي تحدثنا عنها في حينه. الحرب لم تتوقف، واعتقد الجمله دي سمعتوها مني لدرجه انه ممكن يكون البعض من حضراتكم بدون قصد زهق، بدون قصد مننا ان احنا نزهقكم، زهق منها. وافاد مسؤولان عسكريان لاسوشيتد بريس ان حامله الطائرات الامريكيه وهي اكبر قد دخلت مجددا مياه الشرق الاوسط. حامله الطائرات التي كانت تعمل حتى وقت قريب في شرق البحر الابيض المتوسط انها الان تعمل في البحر الاحمر برفقه مدمرتين هما USS ماهان وUSS وينستون تشرشل. طيب، النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا عارف طهران ستدافع باي ثمن، ده منطقي جدا وده اللي هيحصل، عن حقها في السيطره على مضيق هرمز. مش ممكن واحد يكون خد اكبر هديه لبلده في حياته يتخلى عنها بسهوله، والعالم كله هم الناس مكسوفه بس تقول خد مني. حتى اوروبا جاهزه لدفع رسوم وما عندهاش مشكله. والله ما عارف اقول على فكره اوروبا بتدفع في مضيق هرمز، يعني مش لسه هتدفع، لا بتدفع، وكل اللي بيعدي سفنه بيدفع. وايران عملت فلوس. انا قلت لك اكتر 3 دول استفادوا من تلك الحرب ماليا بعيدا عن كل حاجه: السعوديه وروسيا وايران، اللي باعوا النفط باعلى سعر بكميات مهوله جدا وتحت نظر الامريكان عشان يحاولوا يعالجوا المصيبه اللي تسبب فيها ترامب. عشان كده الامريكان سمحوا بكده. السعوديه باعت بسعر، على فكره السعوديه مش مبسوطه كانت من توقف الحرب لان السعوديه باعت بارقام مهوله جدا ما باعتهاش من زمان، وروسيا باعت عوضت فلوس كتيره جدا، وايران كذلك، عشان تبقى عارف يعني. يلا دي معلومه مش توقع، ماشي. طهران النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا عارف: طهران ستدافع باي ثمن عن مضيق هرمز، معتبرا انه اداه ضغط سياسيه في مواجهه العقوبات الدوليه. ايران قادره على تحمل الضغوط الاقتصاديه عبر اداره هذا الممر الاستراتيجي. نهايه الصراع مع الولايات المتحده والاحتلال الاسرائيلي ستعني ايضا نهايه العقوبات. وفي تصريحات موجهه للرئيس الامريكي قال نائب الرئيس الايراني عارف: الرد لن يكون بالكلام بل في الميدان. فتحطيم الحصار البحري المزعوم والقفزه بمقدار 2 إلى 3 أضعاف في صادرات النفط خلال هذه الفتره ذاتها هما دليل النصر الحاسم لايران. طبعا لو قلت لك ان انا اول مره بقرا الجمله دي هتتشكك، وانا لو مكانك هتشكك، لكن ربنا شاهد انا بقراها لاول مره، والتحليل ده انا قلته لك من بدري، انا بس اضفت جمله انه الرسوم اللي بتدفعها، لكن تحليل ان ايران كسبت هي وروسيا والسعوديه قلته مبكرا، واللي بيشرفونا بالمتابعه بتاع، وانا اول مره اقرا تلك الجمله يعني بتاع فليصدق من يصدق وليرفض من يرفض، ده على راسي من فوق. فتحطيم الحصار البحري المزعوم نائب الرئيس الايراني والقفزه بمقدار 2 إلى 3 أضعاف في صادرات النفط خلال هذه الفتره ذاتها هما دليلا النصر الحاسم لايران. اعلنت وزاره الخارجيه الهنديه يكتوفي استدعاء سفير ايران لدى الهند على خلفيه حادث اطلاق النار الذي تعرضت له سفينتان ترفعان علم الهند في مضيق هرمز. رايه التوحيد يا اخي ده
وقالت الوزارة أن الاستدعاء جاء لتقديم احتجاج رسمي قوي مع التعبير عن قلق الهند البالغ إزاء الحادث الذي وقع اليوم والذي أجبر السفينتين على تغيير مسارهم. وأكدت مصادر رسمية هندية أن الأمر يتعلق بإطلاق نار من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، مشددة على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور في المضيق الاستراتيجي. الهند، قلت لك اختيار الهند اللي بينضموا لنا دلوقتي في تقديرنا، دي مش معلومة، ده تحليل. اختيار الهند كان لسببين. السبب الأول كومبليمو لباكستان اللي وسيطة في تلك المفاوضات واللي بينها وبين الهند مصانع الحداد، ده السبب الثاني. أنا آسف، السبب الأول هو رد نوع من الانتقام من الهند اللي خانت السفينة الإيرانية وسلمت أحداثياتها في بداية هذه الحرب للأمريكان، مما أدى لارتقاء أكثر من 150 بحار على تلك السفينة. والهند ساعتها بمنتهى البجاحة قالت لك عادي، احنا عندنا حلف مع أمريكا ونحن ندي الاحتياط. يا ابني دي كانت بتعمل مناورات عندك لا عرف ولا قانون ولا أخلاق تقول إنك تعمل كده. لا، هنعمل كده. فبقول لك السفير الإيراني النهارده كان بيضحك وهو رايح. مجلس الأمن القومي الإيراني، قائد الجيش الباكستاني جاء بمقترحات أمريكية جديدة ونعمل حاليا على دراستها ولم نرد عليه. إيران تعتزم، ما في بص سياس السيارات في إيران طلعوا أعلنوا السيطرة على المضيق. ما فيش مسؤول. أنا بقول لك جزء من هذا الارتباك في المشهد كان ممكن يكون من أسبابه تصريح أراغجي اللي كان ناعم ومحترم، والاحترام ترامب لا يحترم إلا العنيفين. حب العنف حقيقة يعني. وده قالوا في أكتر من تصريح، مثل اللي بيحب العنيفين وبيحب الأغبياء. قال لك أنا بحب الفاشلين، قال لك انا ما بحبش الناجحين، لان الناجحين بيقعدوا معايا بقى بيقعدوا يحكوا لي عن نجاحهم وانا ما فيش حيل وحاجات عندي بتتفقع. فانا بحب بس الفاشلين عشان اقعد اتمنظر عليهم واحكي لهم عن قصص نجاحي، انما انا ما بحبش اقعد مع الناجحين. مش قال كده نصا قبل كده؟ هو ما بيحبش الناجحين، بيحب الفاشلين وبيحب العنيفين. الاعلان الناعم من عراقجي كان ده، اعتقد دي مش معلومه، لم يلقى قبولا داخل ايران، وخلى زي ما بقول لك الاشكال دي تتخيل ان هي حاجه. ايران تعتزم السيطره، ده مين؟ مجلس الامن القومي الايراني. ايران تعتزم السيطره على حركه المرور حتى انتهاء الحرب وتحقيق سلام دائم في المنطقه. طالما استمر العدو بفرض حصار بحري سنعد ذلك انتهاكا. اللغه العربيه ثريه جدا يا جماعه. شوف انت يعني حركه على حرف تغير معنى الجمله تمام. سنعد هذا انتهاكا لوقف النار وسنمنع الفتح المشروط والمحدود للمضيق. قال باث: قلت لوفد امريكا في اسلام اباد اذا تقدمت كاسحه الالغام فسنستهدفها، وطلبوا مهله للامر بعودتها وفعلوا ذلك. الحرس الثوري: لا قيمة لتصريحات ترامب وعلى السفن متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي لقواتنا البحرية. قوية دي. لا قيمة لتصريحات ترامب وعلى السفن متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي لقواتنا البحرية. هي الجملة هتطلع مني غلط ليه؟ صح كده. طيب كده اللي هو كان ناقصه الجمله دي، الاعلان ده من الحرس الثوري، اقوله لك بقى بصياغه العبد لله. لا قيمه لتصريحات ترامب وعلى السفن متابعه الاخبار فقط من المرجع الرسمي لقواتنا البحريه. اما ترامب فهنجوزه هنومه ان شاء الله ونلبسه البتاع بالمقلوب. يعني قالوا تعالى يا حبيبي هنجوزك هنومه. اغلقنا مضيق هرمز لان العدو لم يلغي الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الايرانيه. الجيش الإسرائيلي أعلن النهارده مقتل جندي وإصابة 3 بجراح طفيفة ومتوسطة أمس جنوب لبنان. وأعلن إنه منذ بداية الحرب على لبنان، بداية ال50 يوم دعني، عنده 14 قتيل وإصابة أكثر من 650 في لبنان. دي الأرقام اللي أعلنها، فتأكد إن الرقم أكثر من كده بكثير. تيم واليز حاكم ولاية مينيسوتا: لدينا رئيس يفتقر للحكمة. لازم يتجوز هنومة. ومتسرع في اتخاذ قرارات خطيرة. أدخلنا في حرب بلا تهديد حقيقي دون أهداف واضحة أو خطة للخروج. قاليباف:
رئيس البرلمان: مضيق هرمز يخضع لسيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ده النهاردة في زيارة قوية جدا من قائد فيلق القدس للعراق، قعد مع الفصائل المسلحة النهاردة. دي أول زيارة بهذا الحجم من مسؤول بهذا الحجم عشان عودة الحرب يوم الثلاث. قليباف: مضيق هرمز يخضع لسيطرة الجمهورية الإسلامية. رددنا بحسم على محاولة الولايات المتحدة إزالة الألغام واعتبرناها انتهاكا لوقف إطلاق النار. تصاعد الوضع إلى ما يقرب من المواجهة لكن العدو تراجع. إذا كانت الحركة السيرية تجري حاليا في المضيق فذلك لأن السيطرة على المضيق بأيدينا. أعلن الأمريكون عن حصار في الأيام الأخيرة، هذا قرار متهور وجاهل، من المستحيل أن يمر الآخرون عبر المضيق بينما نستطيع نحن ذلك. جملة يعني مش فاكر الجملة دي. أنت عبيط يا ابني، أنت عايز أنت تفوت من المضيق وأنا ما فوتش منه؟ ده التفافة تبقى على وش النادل كوام كوام. أنت عبيط يا ابني. إذا لم ترفع الولايات المتحدة، ده قليباف، الحصار فسيتم بالتأكيد تقييد الحركة عبر مضيق هرمز. رئيس البرازيل النهارده دي سيلفا: يجب ان نوقف قول الاكاذيب على الاخرين من اجل تدميرهم. بيتحدث عن الجمل اللي بيرميها ترامب بقاله كام اسبوع على كوبا. استنوني اوعى حد يكون سمع انا رايح كوبا وكوبا دوله فاسده وبتاع ورايح استولي على كوبا. يجب ان نوقف قول الاكاذيب على الاخرين من اجل تدميرهم. يصور امريكا الجنوبيه كعالم لتجاره المخدرات ويصور العالم العربي كعالم للارهاب. ومن هو الجيد في هذا العالم؟ رئيس البرازيل ترامب. كانت غزو العراق كذبة. أين أسلحة الدمار الشامل التي كان يفترض أن يمتلكها صدام حسين؟ لم يتم العثور عليها أبدا. كان غزو فرنسا وانجلترا لليبيا كذبة أخرى تسببت في أضرار هائلة في تلك اللحظة من تاريخنا. الغزو والإبادة الجماعية اللذين نفذتهما إسرائيل في غزة هما كذبة كبيرة أخرى. والآن القصف الإسرائيلي ضد لبنان بأي ذريعة يا مجرمين. الرئيس البرازيلي. والآن الغزو الأمريكي ضد إيران بأي ذريعة. أما ده الرئيس البرازيلي. أما جوزيف عون شكر الدول العربية في مقدمته السعودية وقال إنه مع الازدهار وليس للانتحار ولا للاستحمار. يا جوزيف لا للاستحمار حبيبي. تحذير مهم من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف من سعي الولايات المتحدة إلى الهيمنة على أسواق الطاقة في العالم. قلت لحضرتك ترامب عايز يحط البترول كله في عبه ويقعد يفتح شادر زي شادر السمك الصبح ويقعد يبيع البترول، يعظم من مكاسب أمريكا وفي نفس الوقت يضيق الحصار على الصين اللي بتحتاج كمية بترول هائلة لتلك الثورة الصناعية الكبيرة اللي موجودة في الصين. حذر لافاروف من سعي الولايات المتحدة إلى الهيمنة على أسواق الطاقة عبر تحركاتها بمنطقة الخليج ومضيق هرمز. وأكد خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المنتدى السفير الإيراني صفع السفير البحريني 13 قلم وشلوتين، وفي حركة تانية بس ما ينفعش تتقال على البث. حكيت لكم على القصة دي امبارح. وأكد لافاروف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي أن روسيا ما تزال تواجه خلافات واسعة مع الإدارة الأمريكية بشأن مجمل التطورات. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين أنهم لا يخفون هدفهم في بسط الهيمنة على أسواق الطاقة العالمية بما في ذلك تحركاتهم في فنزويلا والخليج العربي. بلومبرج، ده لافاروف وزير الخارجية الروسي، بلومبرج عن بيانات تتبع السفن: 5 ناقلات غاز مسال غيرت مسارها اليوم بعد أن كانت متجهة لمضيق هرمز إثر تحذير إيران بغلقه. يبدو في تقديري في عودة الحرب، سجلوا الجملة دي عندكم، إنه العراق واليمن هيكون لهم دور كبير. الآن جاء دور اليمن. الحاضر يعلم الغايب. اديني فكرت حضراتكم. النهارده قتل جندي فرنسي الرقيب اول فلوريان مونتوريو من فوق المهندسين المظليين، واصيب 3 آخرون خلال دورية في منطقة الغندورية جنوب لبنان. الحكومة اللبنانية قالت مش احنا، همات كده ان الحزب هو اللي عمل كده. الحزب اعلن انه مستحيل يعمل كده،
وانه مفيش سبب انه يعمل كده على الاطلاق، وانه ماكرون طبعا في غايه الاستياء. في تقديرنا انه الكيان حقيقه زي ما قصف حقيقه دقيق ومحدد عشان ان الخليج يخش في الحرب علانيه على ايران، قصف في الكويت وفي السعوديه منشات كهرباء. وايران ساعتها قالت بكل الصوت ان احنا مش احنا، والعدو هو اللي بيعمل كده عشان يعمل ما بيننا ضغائن. كانوا اللي اصيبوا، واحد مات وثلاثه اصيبوا فرنسيين، كانوا يقومون بازاله ذخائر ومتفجرات على الطريق عندما تعرضوا لاطلاق نار باسلحه خفيفه من جهات غير حكوميه، مسلحين محليين. حضرتك المسلحين المحليين دول في نوعين من المسلحين المحليين، مسلحين بتوع حزب الله ومسلحين بتوع اسرائيل. ولا انتوا شفتوهم حاطين على جبينهم حزب الله، ولا لابسين تي شيرت حاطين عليه صورة حسن نصر الله؟ الرئيس الفرنسي ماكرون اتهم حزب الله مباشرة قائلا ان كل المؤشرات تشير الى مسؤوليته، وطالب بالقبض الفوري على الجناه. الحرس الثوري الايراني: اذا كان ترامب صادقا بتدمير قواتنا البحرية، لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز؟ سؤال جميل جدا ينفع في برنامج من سيربح المليون. وسنستهدف أي سفينة لا تمتلك تصريحا بالبقاء هناك. قائد فيلق القدس، ده الخبر اللي أعتقد أن أنا أختم بيه مع حضراتكم، هشوف بس لو في أخبار تانية. قاني إسماعيل قاني في بغداد يشرف على تشكيل حكومة العراق، حاسس أن دي مبالغة. هو الأكيد أنه تواصل، عمل اجتماع النهارده مع الفصائل المسلحة في العراق. ترامب كان عايز يبقى ليه دور في تشكيل حكومة العراق، اكيد برضو رايح يديله كتف اكيد، بس مش الاشراف على تشكيل حكومة العراق. يعني حاسس ان هي جملة واسعة جدا، يعني ازيد من الحجم، لكن اكيد في تدخلات. قاني في بغداد، ده خبر جديد جدا وعجيب في ذلك التوقيت. زيارة بغداد في ذلك التوقيت، يعني ده أول مسؤول بهذا الحجم بيخرج، ما عدا اللي خرجوا في المفاوضات، يعني اللي كانوا رايحين يتفاوضوا مع الأمريكان. زار قائد فيلق القدس إسماعيل قاني بغداد لبحث تداعيات الحرب ولقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران، حسبما أفاد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس. ودي كانت اخر اخبارنا في يوم اعادة غلق المضيق من جديد، وهو بالصدفة اليوم ال50. القي نظرة امبارح، شفت تعبير واحد كاتب جملة ضايقتني جدا، يعني من نفسي، يعني على التعليقات بعد ما قفلت، قال: يا عم طب بص على الرسائل. والله مقصر، فعلا مقصر. فزعلت جدا من نفسي، فعلا ما بصيتش على الرسائل. ايران شكرا. حسن بيقول ان هي اسرائيل، الحمد لله كثيرا. ساعدنا بريطانيا وايطاليا واسبانيا والمانيا نبيع لهم الغاز والخضر والفواكه بسعر زهيد. انا مش فاهم الجمله دي تعليقا على ايه. اسرائيل ارادت ارسال الجيش المغربي الى غزه لانهم يحملون جوازات سفر اسرائيليه مغربيه، ده اكيد جزائري في القصه طبعا. ده مش تبرئه للملك يعني، والجيش المغربي حقيقه مؤدي اداء يعني قادر يشار ليه بالرايات الحمر حقيقه من قبل الحرب على غزه واثناء حرب على غزه والاتفاقات الامنيه بعد غزه. حقيقه الملك مش عارف يعمل ايه عشان يمر ولايه العهد بسلام في المغرب، خصوصا ان حالته الصحيه زباله، فبيزداد اكتر من ابوه غرقا مع جيش الاحتلال. عايزين ايران تعمل لنا رحله لمضيق هرمز، وماله يا سيم؟ ماله دي رحله تكون ما يعلم بها الا ربنا يا سيم. يعني الرحله اللي حضرتك عايزها اللي ايران تعملها لك دي هتبقى ما يعلم بها الا ربنا. حضرتك الدنيا، الهند النهارده مستدعيه السفير حضرتك، بعدين تكون الرحله يجي فيها ريحه الهند، ريحه امريكا. هل ترى ان السعوديه وايران بينهم اتفاق غير معلن بالتغاضي عن الخصومه ما بينهم؟ اي نعم، ارى هذا بشكل كبير. ايران السد المنيع امام اسرائيل، يا رب كل الامه تبقى سد منيع امام اسرائيل. ترامب يبحث عن حجه لاعاده الحرب، لا،
لا لا لا، اللي كاتب كده ده غير صحيح اطلاقا. ترامب اللي جنونه في اللحظات دي هو اللي عامل كده. ترامب لا يبحث عن حجة لإعادة الحرب، عشان تكون دقيق. نتنياهو الذي يبحث عن حجة لإعادة الحرب. ترامب كان نفسه يستولي على نفط الخليج وإيران، وهكذا مهدوا له، حكيت القصة 1000 مرة. وتخيل ده، وكان مشبع بغرور وغطرسة اللي حصل في فنزويلا والمشهد الأوروبي واللي هو قاعد يعمله في العالم، وده تلطيش وبتاع. عارف انت عادل إمام لما يخش بتاعه يضرب الناس بالإقلام وما اعرفش مين وكده، هو كان عايش في الدور ده. ففجأة ارتطم بإيران واكتشف ان الثمن فادح، مش عشان اخلاقه ولا عشان يعدل، لا. ترامب عنده مصيبه كبيره جدا، عنده انتخابات. هل تتخيل ان ترامب، عشان بس تقتنع، هل تخيل ان ترامب عايز يخسر الانتخابات اللي جايه؟ ده عايز اصلا يغير الدستور الامريكي ويستمر، وطابع كبات بهذا الشكل. فاكر انت كان مين؟ كان مين اللي ماسك واحد من الولايات الامريكيه وحكاها في مؤتمر صحفي، قال انا وصلت لي البرانيت دي على البيت. لا، ترامب مش عايز يبحث عن حجه او البحث، ده راينا والله اعلم. ترامب مين؟ عمار نور، اتمنى بقرا صح. ترامب يبحث عن حجه لاعاده الحرب دون ان يرغب، لكن اهون عليه من ضغط النتن بملفات ابستين. ما هو عامل كل حاجه، هو قاعد بيتزفلط من نتنياهو. والجمله دي احنا متفقين عليها يا سيد عمار، انه نتنياهو المصيبه. مشكله ترامب هو نتنياهو. حط بقى تحتيهم قوسين ابستين، حط تحتيهم اللوبي بتاع دوكوما، حط تحتيهم الاعلى من الايباك، حط كل ده. لكن دي مصيبه ترامب حقيقه. لو فتحت قلبه من جوه كده هتلاقيه نفسه ينام ويفتح عينه ويلاقي الحرب دي انتهت. اسرائيل ارادت ارسال الجيش، خلاص بقى. طيب اتمنى، مش لاقي حاجه. بشكركم، بشكر كل كلمه، وربنا يجعل دعواتنا لكم مثلما دعوتم لينا. لا تنسونا من صالح دعائكم. دمتم احرارا لا تحنوا رؤوسكم الا لله. ان شاء الله غدا اكون معكم على الهواء مباشره، برنامج بقى مع معتز، ومعانا فيديوهات وكده. والله غالب، الله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الى اللقاء.